السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا السجين مصطفى العماري. كيف حالك يا أخ مصطفى؟ الحمد لله، الحمد لله الشكر. عساك طيب، شلونك؟ والله بخير، جعلت بخير. وش قضيتك يا أخ مصطفى؟ قضيتي قتل. نسأل الله أن يخارجك. وكم صار لك في السجن الآن؟ لي 12 سنة. الله يجعل لك مخرج. ما هي الرسالة أو ماذا توجه للشعب اليمني وأنت الآن في السجن؟ وش تقول لهم، وش توجه لهم رسالتك؟ بوجه لهم رسالة الشعب اليمني، وأنا على ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم ثقتي بهم أنهم من أهل النخوة وأهل الشهامة، وهذا هو عنوانهم، وهم مزبنين الدخيل وتاريخهم معروف بالطيب. بوجه لهم هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأهلا ومرحبا، أنتم تاج راس أهل اليمن. إن سألت عن الرجولة فأهل اليمن تاجها، وإن سألت عن الأصالة فأهل اليمن أسيادها، وإن سألت عن الشجاعة فأهل اليمن مغوارها، وإن سألت عن الكرامة فأهل اليمن أكرامها، وإن سألت عن الشهامة فأهل اليمن عنوانها، وإن سألت عن العز ففي اليمن برجالها. بالأمس أمي تبكي حزن، ورجائي أن أرى دموعها غدا يكون فرحا. أهل اليمن، فهلا رفعتم هامة السيف من عنقي، وهلا كففتم دمع والدتي الذي ينحدر من 12 عاما على فراق فلذة كبدها. أهل اليمن، طبتم وطابت أعمالكم، وفي الخير ممشاكم، والعز والشهامة عنوانكم، والعز والشهامة عنوانكم. أذكركم أهل اليمن بمقولة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، حين كان في قصر المؤتمرات بالرياض، وكان حينها يتعالج من مرضه الذي توفى فيه، فقال لي: ابشر فإني لن أنساك ما دمت حيا، فبقضيتك يا ولدي شرفت نفسك وبلدك ومشايخ منطقتك، وشرفتني وشرفت اليمن عامة، رحمه الله تعالى. فيا أهل اليمن، يا أهل النخوة، كم شارد من جرم آويتموه برأفتكم، وكم مستغيث واسيتموه من خيركم، فكيف بمن استنجد بعد الله وقد دافع عن عرضه وشرفه، الذي إذا انتهك فقد خدش عرض كل مسلم. لا حياة بلا شرف، لا حياة بلا عرض، موتا بعز ولا حياة بذل. ومن داخل سجني، ومن داخل زنزانتي، ومن على سريري الذي أقنط فيه من 12 عام، أناشدكم بالله ألا تفتروا في تواصلكم بالتبرعات بعد أن بذلتم جهدا في السعي والبذل والعطاء لإعتاق رقبتي، فكما أفرحتموني في نهضتكم العظيمة في بداية الأمر، فأملي أن تتم فرحة والدتي وفرحتي بإعتاق رقبتي وإخراجي من السجن. فيا أهل اليمن، لا تهملوا شخصا لجأ إليكم بعد الله. للتوضيح للذين يستفسرون عن الدية، هي 5 مليون ريال سعودي، تساوي 1,333,000 دولار. فأنا مرهون اليوم ب5 مليون، إما الدفع وإما السيف. ولقد استنجدت والدتي بدموعها الشعب اليمني الذي هو منبع الكرم، هم رجال الشهامة والفزعة، وأملي بهم بعد الله ألا يردوا صرختي على وجهي، فإن شرف وعرض كل يمني هو شرف وعرض أهل اليمن عامة، بل إن شرف المسلم هو شرف المسلمين عامة. أخواني وآبائي، إني مرهون في قضية سمع بها العالم الإسلامي كله، وإن قضيتي قضية اليمن خاصة والمسلمين عامة، وإنهم اليوم يتأملون إليكم يا أهل اليمن. هل أنتم ممن يلبي نداء من استغاث بكم ومن استجار بكم بعد الله؟ وأنا أقول نعم، فقد أتت المبشرات وإقبال الناس على التبرعات من أهل اليمن الذين هم أهلا للفزعة، وقد عرفهم التاريخ أنهم السابقين دائما إلى فعل الخير ومناصرة المظلوم. فأنا بالله ثم بكم،
ففرجوا عن من هو مرهون وأن فرجه بأيديكم بعد الله. مقدمة: أخوكم وابنكم وابن بلدكم مصطفى علي محمد العماري من اليمن، محافظة إب، مديرية الشعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.